هي اسعد الله مساكم يا رجال، كيف انتم؟ كيف حالكم؟ جمعة مباركة. والله اني اليوم فرح بفضل الله، اسال الله تعالى يتم على خير. اول شيء ان انا فرح اتوثق الصفحة الحمد لله بعد عناء شديد اتوثقه، والف شكر لله سبحانه وتعالى، ثم لاخي محمد الاميري المهندس السبراني العملاق المتواجد، هو يمني متواجد داخل الهند، ثم لاخي انس النهاري اللي هو صاحب صفحة محلات النهاري، حبيب قلبي الداعم الاساسي، وثم للمدير العام القلب والدينامو المحرك عيسى عبد الباسط، حبايب قلبي انا افدالكم. الحمد لله ان شاء الله يتم على خير. وانصح كل الذي كانوا فاعلين الان حساباتي باسم ابو حيدر، لانه كانوا بوناس تضررهم وناس تعرضوا للاحتيال ومبالغ واشياء. دحين انا خلاص ما عادش ابلغ بكم شو اقرح حساباتكم، لا، اللي كان باسم ابو حيدر يا اخي غير صفحتك، ولا انت الا من اجل تحصل لك متابعين واجل بظهر ابو حيدر، يا اخي غير، قل بن خالة ابو حيدر، بن جدة ابو حيدر، من قرية ابو حيدر، من لك اسم باسم ابو خلي ابو حيدر الطارف هناك اللي قلت تطلب الله، اهم شيء انك مشتبع ما انتش ابو حيدر، فهم؟ هذا وسلامتكم. والموضوع الثاني، انا زعلان من اصحاب العسل، يعني بعضهم يحاول يهاجمني، وبعضهم جاءوا اشتكوا عند ابي الحراج مدري ايش كذا. يا محابط العمل يا محابط العمل، انا دخلت سوق العسل مثل يوم دخلت سوق السيارات، طلع ترند، كان سوق السيارات الناس ما هم معقدين من السيارات. الآن سوق السيارات رجع النشاط والحيوية والرغبة والشغف للناس، ذكرناهم بالسيارات، والآن وأصحاب المعارض نقصوا الأسعار والناس اشتروا سيارات. بوجود أبو حيدر بسوق السيارات اشتروا الناس سيارات، تتحرك سوق السيارات، اسألوا أصحاب المعارض باليمن كله. ثاني حاجة أصحاب العسل، يا محابط العمل يشتغل العسل، عسل يشتغل قرعة عشان نخلي الناس يلحوسهم، الصغير والكبير والفقير والغني والمريض والذي ما هوش مريض، وننشط النحالين وقع معهم سوق تجاري يعني، وإنتاج وبيع وشراء. بس من هذا الفيديو ندعي الدولة ووزارة الصناعة والتجارة والجمارك إنزال قوانين عقوبات أي واحد يستورد عسل خارجي، قصوا لسانه وأياده من خلاف، هذا خائن للوطن والله. عسل محلي درجة أولى ولا لا عشنا ولكننا يمنيين. وثاني حاجة بمناسبة هذا الموضوع، نجبر بخاطر واحد طيب تعرفوه مسكين، قال أنت آخر أيام العسل يا أبو حيدر ما عشت مش تعمل إعلانات عسل، إلا عاد أنا شعمل وأعمال لعملاء أبو حيدر اللي يسوقوا له عنده والذي يشتروا منه عملاء الجملة والتجزئة، لأنه سوق ما أنا أبيع له بالمضرب بس، نبيع بالكر والجملة والتوصيل. والله مالي ما أخلي الناس يسابطن أوجاههم مشافرهم من العسل، مو بو، خلوا الناس يلحوسهم. تعرفوا هذا اللي جبرنا بخاطر